أعزائي المشاهدين، أنا انقطعت من فترة عن تصوير الطبخ بسبب ظروف، والآن رجعت لكم لوصفة جديدة. وهي السمنة العربية. صراحة كانت وحدة حكاية المغربية، وأنا صراحة كتير كتير بحب أصدقائي المغاربة عزيزين على قلوبنا. آه، شايفين هاي الزبدة؟ هاي الزبدة بقرية كتير كتير لذيذة وطيبة. أنا راح أصنع لكم منها السمنة العربية. و... وشفتوا أنا صورت لكم في بداية الفيديو السمنات اللي أنا عطول بستخدمهم، يعني مش عطول، يعني بس تنفقد من عندي السمنة العربية. صراحة هاي الزبدة أنا راح أساويها هلأ. تابعوني خطوة بخطوة شلون راح أساويها حتى تصير عندي سمنة عربية. تابعوني. هاي صراحة ما بتزبط إلا بالسمنة البقرية حصريا. السمنة النباتية ما بتزبط لك. وهلا أنا راح أحطها كاملة. هلا الطاسة عندي كتير سخنة، بعدها شوي عشان ما يحترقوا، وراح أخليهن على أقل من مهلهم. هلا أنا راح أطفي الغاز و... وأشتغل شوي على نار هادية حتى يذوبوا، وبعدين أبلش آه، أصفيهن شوي شوي. تابعوني شلون. هلا راح أرجعهم أسويهن هيك. شايفين؟ راح أسويهن على أقل من مهلهن. ما بدي إياهم يحترقوا، بدي إياهم يضلهن محافظين على لونهن. ما بدي إياهم يحترقوا. ليكو. وهون بعد ما دابت عندي الزبدة. شايفين كيف؟ بصراحة أنا سويتها بناء على طلب صديقة إلي مغربية، وأنا بحب كل المغاربة كتير كتير عزيزين على قلبي وأوفياء. وأنا بناء على طلبها سويت لها هي الزبدة. كيف بنصنعها نحنا؟ طبعا نحنا بالغربة مرات ما بنلاقي السمنة العربية، السمنة البقرية، أو أي يعني نوع من السمنات. فبنلجأ للزبدة، بندوبها وبنخليها سمنة عربية. يعني كتير طعمتها طيبة، وبنفس الوقت مو دسمة كتير، ويعني وخفيفة. وشوفوا شلون. هلا أنا هيك بعد ما دوبتها بشغل الغاز وبلش تدوب عندي شوي شوي، وبرد أكرر للمرة التانية. ما بدنا إياها تحترق. تابعوا الفيديو كيف. شوفوا هيك بعد ما دابت عندي الزبدة كيف عم يطلع منها هلا ال ال الحليب، اللبن. رح تجيب الزبدية صغيرة أو أي شي عندكن، وبلش شيل اللبن اللي رح يخرج منها. شايفين شلون؟ بحيث انه ما يضل ولا اشي. بضلني اسوي بهالطريقة هاي وهن عم بيغلوا. شايفين شلون عم بيستخرج، عم بيطلع منها كل شي مي، وكل شي حليب او لبن. شوفوا كيف. كل هاي الرغوة اللي بتطلع على الوش كلها بشيلها هيك. شايفين؟ شايفين بهالطريقة هاي. بضلني اشيلهم حتى ما يضل منهن ولا شي، وبتضلها تغلي بدرجة خفيفة. شرط ما تكون درجة عالية عشان ما يحترقوا. بس يحترقوا بصير طعمتها مو طيبة ومو كويسة. بدي أضلني أنا أخليها تغلي على مهلها. ليش؟ علشان بنفس الوقت أستغرق عفوا أشيل اللبن اللي على الوش. بعدين
تصير هيك صافية، ما يضل منها ولا اشي. شوفوا شلون صارت، ما يعني صافية. هلأ بتركها تغلي على مهلها قدر 5 دقائق هيك، وبشيلها بحطها على جنب وخليها حتى تتصفى شوي، وبعدين تفرغها بالمطربان. تابعوني انتو خطوة بخطوة وشوفوا، شايفين شلون استخرجت منها اللبن، طلع منها كيف. هلأ صفيو، هلأ بخليها تغلي على أقل من مهلة. شوفوا أعزائي المشاهدين، بعد ما غليت شايفين شلون ضلت محافظة على صفارها. هلأ بتركها مدة 5 دقائق هيك حتى تصير عندي شوي مو باردة كتير، يعني فترة بحيث انه المطربان يتحمل عشان ما يعني يطق. شوفوا شلون. هلا بتركها حتى، شايفين شلون بعدها محافظة على لونها ما شاء الله. على الريحة، يا ريتكم ما تشموا الريحة، ما ريحة كتير كتير طيبة. هاي الريحة كأنها سمنة عربية تماما، واللي بيحب يضيف عليها ملح كمان ما في مشكلة، بس هاي كأنها مملحة شوي يعني. شوفوا شلون هون بعد ما تركتها 5 دقائق، شوفوا شلون كل شي رسى بقاع الطاسة بالأسفل. هلا شوفوا شلون، شايفين مطربان هذا أي مطربان انتم بتفضلوا، بس أنا بفضل مطربان الزجاج، لأنه المطربان الزجاج بيضل محافظ على السمنة وكل الزيوت. شايفين شلون هيك شكله. هلا راح أفرغهم بالمطربان. شايفين، شوفوا ما شاء الله حتى بأسفل الطاسة شلون كله رسى. شوفوا ما شاء الله، كأنها سمنة عربية تماما. وما بأرجيكم شلون الطعم على الطبخ وعلى الأكل كثير كثير طيبة. شايفين طلعوا على التمام. شوفوا أسفل الطاسة شلون كل شي رسى فيها، كل شي رسى فيها مثلي لما نغلي الحليب، ليكوا شلون رسى. شايفين كله بأسفل الطاسة صار. شايفين. هلا بتركها مدة نص ساعة أو ساعة حتى تبرد تماما، وهيك جاهزة للأكل. وإن شاء الله ألف صحتين وهنا. وهلأ رح أرجيكم إياها كمان. شوفوا هيك بعد ما جمدت معي. شايفين، رح أرجيكم شلون المطربان من جوا من الداخل. شايفين شلون. شوفوا ما شاء الله، يعني اشي رائع. سمنة عربية على الايد ونظيفة، نعرف شو اشتغلنا على ايدنا، نعرف شو سوينا. ما منجيبها ما بنعرف شو حاطين فيها، الله اعلم. هاي انا سويتها على ايدي وبنعرف شو فيها، وانا اعطيتكم اياها بكل ضمير واخلاص، نفسي ما بساويها لبيتي. الف صحتين وهنا، وان شاء الله يا رب آه، ما تنسونا من اللايك والاشتراك بقناتي بحلويات طبخات لين ام نورس. والسلام عليكم.